اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشجعيني باشتراكك واللايك بتاعك، سواء معانا في القناة أو سواء جديدة. يعني لو انت من المتابعين القدام ما تنسيش اللايك، ولو انت جديدة معانا في القناة برضو ما تنسيش اللايك، تشجيعا منكم ليا يا بنات. تعالوا هنا مع بعض نعمل مع بعض النهاردة الزيتون. طبعا انا جبت شويه زيتون كده، انا عارفه ان انا عاملاهم متاخر جدا لان انا كنت تعبانه، ويعتبر الزيتون خلاص ما عادش موجود قد كده في السوق، يعني بظروفها كده لو لقيتيه فقلت الحق اجيب. شوفوا ابني مصمم يظهر ويقول انا بساعد ماما، بس قلت له والله لا هجيبك، مسكته في الاخر. يعني شوف بيوريكوا ايه، بيوريكوا الفلفل. المهم هنا جبت الزيتون وبدات اقطعه كده، انا بقطعه 2 أو 3 زي ما انتم شايفين كده، بوريكم طريقه التقطيع. جيت وفضيته زي ما انتم شايفين كده وبدات اقطعه كده، قطعت شويه همت ووريتهم لكم. هو بقى بيقطع وبيحط، قلت له لا والله لا هجيبك تعال، ومسكت ايده مش عارف يقطعها حلو، راح جاب سكينه زي ما انتم شايفين كده وقال لي اعمل معاك يا ماما. يا ابني هديك السكينه هتعورك. لا هعمل معاك يا ماما. المهم قلت له خلاص اعمل، بس خلي بالك لا السكينه تعورك. انا خدتهم وقعدت كده على الارض، ومنها واليها نعود يعني، وخدتهم وقعدت وقلت اعملهم وانا قاعده، وخلصتهم وقمت غسلتهم كويس جدا على الحوض ونقعتهم. وكان معايا ليمون، المفروض ان انا كنت اجيب كتير شويه عن كده، بس مش عارفه ايه اللي خلاني جبت ده، بس انا كنت جايبه كيلو تقريبا. المهم كان عندي ليمون في التلاجة برضو استعنت بيه. جبت منه كام ليمونه عشان انا هحتاج اعصر على وش البرطمانات ليمون. فانا جبته زي ما انتم شايفينه كده، غسلته وسلقته عشان انا بحطه مع الزيتون. اول حاجه انا ما بسلقوش جامد جدا، ما تهرهوش، يعني هو يا دوبك ياخد غلوه، هوريهولكم لما يجي وقتها. حطيته على النار هياخد غلوه ويا دوبك تفتح كده الليمونه وخلاص. والزيتون عندي انا بغسله وبنقعه، انقعه يومين، انقعه يوم واحد بس، كل شويه غير عليه الميه، كل شويه غير عليه الميه. تمام. هنا غليت ميه وسبتها تبرد كانها من الحنفيه بالظبط، بس باخد منها شويه كده على جنب يعني عشان املح دول. خلاص دول هحدق بيهم على طول الزيتون. وجايبه كمان معايا شطه، لو انت بقى ما بتحبيش الشطه او محدش عندك بيحب الشطه، حطي كم وحدتين بس 3 كده بس، ما تحطيش الكميه كلها. يعني ده بيرجع لذوقك، ما ترتبطيش بحد عمل ايه فانت هتعملي زيه، لا كل واحد تبع بيته. شوفوا بقى الليمون هنا بعد ما اتسلق، بصوا عايزه اقرب الكاميرا منه، ايوه اهو، يا دوبك فتحت حته صغيره. والزيتون هنا اسمر، في ناس ما بتحبش تنقعه ولا تفتحه وبتسلقه، ومش بتسلقه بتحدقه زي ما هو بالظبط، خوف ان هو يسمر كده. لا ما تقلقيش، هو السمر ده اساسا هيروح من الميه وملح اللي هيتخلل فيها. انا بعمله بقى بالجزر وهرست الشطه، بس ما كانش عندي بصراحه، واول مره اجيب العصفر ده اعمل بيه، ناس قالوا له جميل فانا جربته. للصراحه يعني انا مش هنضحك على بعض، انا اول مره اجربه. وجزر وحبه البركه. جزر كان عندي مبشور جاهز في الفريزر، طلعته واما جيت اقلب كده كله في بعضه. ما تقلقيش من الزيتون، انا مجرباه والله العظيم ما بيبقاش اسمر كده، بس كده بقى بيقعد معاكي وبيستوى بسرعه وبينزل مرارته. الناس اللي ما بتشقوش ده انا بحس ان هو مر قوي. المهم احتجت كمان شويه جزر وشويه حبه بركه، زودت كده زي ما انتم شايفين وقلبتهم كويس جدا. وده شكله. جيب بقى البراطيم عشان اعبيهم. في كام واحده كده من الزيتون كنت حاسه ان هي مستويه شويه، المفروض ان هي كانت تتنقل في برطمان تاني لوحدها. يعني تنقي كده الزيتون لو انت جايبه كميه اللي تحس انها غامقه او سمره شويه كده، هي مش بايظه، هي هتستوى بسرعه، انت اعمليها في برطمان لوحدها. انا عشان ما كانوش مستاهلين يعني فعملت كله على بعضه. تمام. عبيت البراطيم اللي عندي كده كويس، يعني ما توقفيش نفسك على برطمان معين. عندك كنبه، انا عندي برطمان تانج اهو جبته وحطيت فيه، مش ضروري يعني انزل بقى اكلف نفسي واشتري براطيم، الموجود هيقضي، هيكفي ويوفي وكل حاجه، يعني مش هيقول يا عيني يعني. فانا جبت كده زي ما انتم شايفين، عبيت البرطمانات كويس منها، وبعدين بخلي الشطه كام واحده من الشطه كده اقفل بهم البرطمانات من على الوش، تبقى اخر حاجه انا حطاها زي ما انتم شايفين كده. اي برطمان عندك بتاع اي حاجه اغسليه كويس جدا ونضفيه،
وسيبيه ينشف. ولو عايزه تعقميه يعني ممكن تشمميه بس النار كده على البوتاجاز، تولعي العين وتحطيه من على بعد يعني مش قريب، عشان لو بلاستيك هيسيح ولو ازاز هيفرقع. لو عندك غسالة اطباق بقى وهتعقميه فيها تمام. ربنا يوسع علينا وعليكم جميعا، واللي نفسه في اي حاجة يجيبها يا رب. زي ما انتم شايفين كده، وبدأت ازود المية اللي هي بملح. انا بحدق بالطريقة العادية خالص، اللي هو الملح اللي كلنا بنعمله مامتنا زمان، مش اللي هو كام معلقة الكيلو الزيتون كام معلقة ملح، لا انا بدوق الملح بحس ان هو تمام خلاص. حطيت زي ما انتم شايفين بقى المية وملح، وبحط شوية خل بساط جدا في البراطيم، لان الخل بيسويه، وانا عايزة الزيتون ده يقعد معايا كمية، يعني يقعد معايا مش يتهرى. الزيتون عندي ما بيتهراش، بيعمل ايه بقى؟ لان انا ما بزودش فيه الخل فبيقعد معايا فترة كبيرة. تمام كده. انا بحط في كل برطمان من البراطيم اللي عايزاها تتأخر شوية معلقة او معلقتين خل بس كده. اما البرطمان الصغير خالص التالت اللي معايا ده، انا حطيت فيه شوية خل محترمين عشان يستوي بسرعة وابدأ اكل منه عادي. تمام كده. تمام. بعمل ايه بقى بعد ما بحط الزيتون واحط الشطة واحط المية الملح، هحط الخل، اعصر بقى كمية ليمون محترمة كده على الوش كده، واسيب قشر الليمون على الوش ما اشيلهوش. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بعصر كمية ليمون محترمة، يعني انا لو كان عندي ليمون اكتر من كده كنت عصرت كمان شوية، واغطي وش البرطمان كويس جدا بقشر الليمون ده. تمام. ده بقى لو في اي حاجة، لو بتفتحي البرطمان الاول لا قدر الله يعني عامل ريم كده من على الوش، عمل اي حاجة، قشر الليمون ده بقى بيبقى حاميه وبتشتليه ترميه، وبدأت اكل ليمونك عادي جدا من جوه ومستوي حلو. تمام كده. تمام. شوية ملح بقى على الوش كده لو خشنين، تمام، يعني لو عندك خشن حطي، انا عن نفسي استخدمت كله ناعم. وانت بقى تراعي كل ده وانت حاطه الميه ام ملح، وانك هتحط شويه ملح كده بساط على الوش، يعني تكوني واخده بالك كويس عشان الزيتون ما يطلعش معاكي ملحه عالي. واخر حاجه خالص شويه زيت محترمين كده على الوش، 3 معالق مثلا. ده بقى بيقفل وش البرطمان خالص كده زي ما انتوا شايفين. حطيت على كل البراطيم اللي معايا شويه زيت محترمه كده بس كده. انت بقى من هواة الناس اللي بتقلب البراطيم براحتك، انا عمري ما قلبت برطمان مخلل. امسح بقى البرطمان كويس جدا كده وتلفيه بقى براب ستريتش. تمام. ما عندكيش وعندك كيس تلاجة ما تقسموش انت اتنين، يعني انا كان ممكن قسمته، لا انا تنيته 2 وقفلت، اتاكدت كويس جدا انه مقفول حلو كده ومخرج الهواء وكله تمام اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبرطمان التنجة ما اثرش معايا في اي حاجه واشتغل وتمام كانه برطمان شارياه، يعني ما نوقفش نفسنا على اي حاجه كده. يلا كله كده نغطي ونغلف زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى ما بقلبش البرطمان، انت بقى مجرباه وبتحبي تقلبيه انت حره، انا بحطه كده وبيقعد معايا من السنه للسنه، لان الزيتون ده مش تفاح، الزيتون ده عجيز، والعجيز بيقعد من السنه للسنه وما بيتهريش ولا اي حاجه. بألف هنا وشفا للي هيجربه، وانا قلت اقول لكم طريقتي فيه. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله، دمتم بخير دايما.